اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ازيك يا حبايبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وفي أحسن حال. كل سنة وحضراتكم طيبين. دي البامية إن شاء الله بإذن الله هنخزن مع بعض بامية. أنا جبت 3 كيلو. الكيلو ب35 جنيه، قاطعين ب105. يا بنات هنقمع البامية بالشكل ده والحقها هاتيها وهي خضرة وجميلة كده، علشان بعد كده هتعمل دود وقرف كده، مش هتعرفوا ايه، بتقدم او بتبقى مش حلو. اهو بالشكل ده قمعناها وسخنا المية كويس ونزلنا بليمونة عصرناها كويس بالشكل ده عشان تحتفظ بالخضار بتاع البامية وجمالها بالشكل الحلو ده يا بنات. وهننزل بالبامية بتاعتنا، مش هنسيبها تغلي، يا دوبك هنقلبها كده بالمعلقة وهنطلع على طول زي ما حضراتكم شايفين كده. اهو سبتها يا دوبك دقيقة اتشمعت في الحلة ورحت طلعتها على طول كده بالشكل الحلو الخضاري الجميل الروعة ده. وهننزل بيها تحت الحنفية في المصفى بالشكل الحلو ده، نبردها خالص علشان نعبيها زي ما حضراتكم شايفين. انا عملتها قبل كده معاكم في على البخار، والسنة دي عملتها في المية المغلية زي ما انتوا شفتوا كده. وهنكيس على قد الطبخة بتاعتنا بقى، ولو جال نضيف نبقى نطلع كيسين، بس انت اعملي على قد طبختك بس. اهو في اكياس تلاجة زي ما حضراتكم شايفين، تطلعي منها الهواء وعلى طول تكيسي بالشكل الجميل ده. اهو بالشكل الحلو ده. احنا اسرة صغيرة فعشان كده احنا بنعمل على قدنا. اهو بالشكل الحلو ده وكيسناها كلها، كيسنا البامية كلها. يا ريت تجربوا طريقتي مش هتندموا، انا عامله كذا طريقه. ادخلوا على قناتي وهتشوفوا الطريقه الحلوه اعملوها. ولو عجبكم الفيديو حطوا لايك وشير، ودمتم في رعايه الله.